أيها الأحباب، ما أجمل الحديث عن ذكرى ميلاد حبيبنا صلى الله عليه وسلم. نستمع الآن إلى هذه الكلمة الطيبة والموعظة البليغة يقدمها لنا فضيلة الدكتور مجدي عبد الغفار حبيب، الأستاذ بجامعة الأزهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه وسلك طريقه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، ففي بدايات الاحتفاءات والاحتفالات بميلاد سيد الكائنات سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، نفتح الصفحة الأولى من خلال ميلاد النبي محمد. واحتفاؤنا بميلاد النبي يعبر عن تسقيف بسيرته وعن عمل بسنته وعن رفع لرايته. والأولى تسقيف بسيرته صلى الله عليه وسلم، وأوائل ذلك الإرهاصات. وأقول لم يكن فجأة ميلاد النبي محمد، بل كان الكون كله ينتظر ويترقب. تأملوا، وإنه لفي زبر الأولين، أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. يقول الإمام ابن كثير يخبر المولى سبحانه أن ذكره، أي ذكر النبي محمد، أن ذكره وخبره لم يزل في الكتب السابقة من أنبياء الله المتقدمين، وأن علماء بني إسرائيل يعرفونه بصفاته وعلاماته. لم يكن فجأة، بل كان الكون ينتظر. تأملوا من خلال هذا الانتظار لنتعلق بأركان ثلاثة. الأولى البشارات والزلازل الكونية، والثانية إرهاصات الميلاد والنشأة المحمدية، وأما الثالث التمهيد الاجتماعي والنفسي للنبي. تعالوا لتروا من خلال البشارات، وأولها أن ذلك كان في انتظار قوم يستفتحون ويستنصرون بالنبي محمد، إنهم اليهود، وكانوا من قبل يستفتحون. فالاستفتاح الاستنصار على الذين كفروا. مبدأ الأمر استنصار على الأوس والخزرج، كما جاء في ابن إسحاق. كانوا يقولون: اللهم انصرنا عليهم بالنبي الأمي الذي قد أضل زمانه، فينصرون. لكن ما بين
البشارة والانتظار نجد الحسد والإنكار، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، كفروا به حسدا من عند أنفسهم. إذن بشارات سابقة ذكرت في مواطن عديدة من القرآن الكريم، لكني أنتقل على عجل إلى هذه الزلازل الكونية التي حدثت عند ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سلوا تاريخ الأمم واقرأوا في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل بعثته وعند ميلاده صلى الله عليه وسلم. إيوان كسرى 14 شرفة في قصر كسرى يتساقط وتتساقط. تعالوا إلى هذه النيران التي لم تنطفئ قبل ذلك ب1000 عام، انطفاؤها عند ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سلوا بحيرة ساوى في جنوب العراق، جفت فجأة عند ميلاد النبي محمد. ما هذا الإيذان؟ إنه إشارات بإيذان ميلاد نبي جديد، وإيذان بتمهيد لميلاد النبي محمد. هذا الإيذان يشير إلى أن ملك الأكاسرة إلى زوال، وأن نور النبوة سيطفئ نيران المجوسية. ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبشريات الميلاد بمصاحبته. تأملوا فيما حدث للأرض وما حدث للسماء. أما الأرض فحدث عن ذلك ما حدث فيها مما ذكرت وأكثر، وذلك دليل على تغيير ما في الأرض لتهيئة الأرض لنزول سيد الكونين النبي محمد. ذلكم ما ذكره الإمام ابن كثير أن إبليس اللعين صرخ صرخة عظيمة، فاجتمعت إليه الشياطين فقالوا له: ما لك؟ فقال: حدث في هذه الليلة حدث عظيم، ولد محمد. والشيطان له صرخات 4: الأولى حينما لعنا، والثانية حينما أهبط إلى الأرض، والثالثة حينما ولد النبي محمد، وأما الرابعة حينما أنزلت سورة الفاتحة. وأما السماء فيقول الإمام ابن الجوزي: حرست السماء ومنعت الشياطين ورميت بالشهب. أولم تقرأوا قول الله: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. ذلكم في السماء وتلكم في الأرض بميلاد النبي محمد. أما مصاحبة الأنوار لسيدنا محمد النبي المختار، فسلمى جاء في كتب السير عما رأته السيدة آمنة أم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما رأته أم عثمان
بنت العاص من نور أضاء ما بين المشرق والمغرب. أما خلقته فحدث عما ولد به المصطفى. ولد مختونا صلى الله عليه وسلم، مقطوع السرة، شاخصا ببصره إلى السماء مهبط الوحي. يقول الإمام ابن القيم: وهذه الخصائص لم تكن صدفة، بل كانت تمثل إعدادا ربانيا ومظهرا علنيا لميلاد سيد الكون محمد صلى الله عليه وسلم. أما البركات فحدث عما صاحب النبي، وسل بيت حليمة مرضعة النبي، كيف كان البيت قبل قدومه وكيف كان بعد قدومه. أما قبل قدومه فجفاف وأرض جدبة، وأرض لا زرع فيها، وأرض لا نماء فيها، وشياه هزيلة جياع. أما بعد قدوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأرض النماء والزرع وشياه ملئت دروعها ببركة النبي محمد. أقول: ما حدث عند ميلاده أكثر من أن تأخذه في أوقات أو أن تسرده في ملفات، يعلم ذلك رب الأرض والسماوات. احتفوا بميلاد النبي، فالكون بأمر رب الكون أمر الكون أن يحتفي بسيد الكون صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وارزقنا حب نبيك وحب من يحب نبيك وحب كل من أحب هذا النبي المصطفى. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.